اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الخبيزه الجميله دي، خبيزه الزمن الجميل. ما شاء الله جميله جدا ومفيده، تحفه بصراحه، تحفه وريحتها قلب البيت ما شاء الله. بصوا القوام ما شاء الله عليها، جربوها يا حبايبي والله مش هتندموا، تحفه جدا. جايبه الخبيزه يا حبايبي، بصوا دي شكلها، ده شكلها قبل ما ايه مقرطفه كده، يعني بصوا زي الورد كده ما شاء الله عليها، جميلة. جايبة الخبيزة والسلق والكزبرة الخضراء، واخدة ورق الكزبرة بس، وجايبة ربطتين سلق مقرطفاهم اهو، جميلة. انا بوريكم بس شكل الخبيزة وهي لسه ايه قبل ما اقرطفها، وجايبة كله اهو، غسلتها ومظبطاها كلها ايه بالسلق اهو. برضو تشيلي بس يعني تشيلي العصاية اللي في النص دي وتقرطفيه كده ما شاء الله، كله طازة وجميل اهو. اهي ورقة السلق اهي، بوريكم انا قرطفتها ازاي. ودي الخبيز الكزبرة انا واخدة الورق بس مش واخدة العصيان. يلا بينا نشوف الطريقة. خرطت الحاجات دي يا حبايبي، الخبيزة والسلق والكزبرة، وجايبة معلقتين رز اهو، ونولع على الشوربة بتاعتنا، شوربة بط دسمة، لازم تكون شوربة دسمة كده عشان تبقى جميلة جدا. وهنحط الخبيزة بتاعتنا، وهنحط عليها معلقتين الرز يستووا كويس. يعني اي شوربة عندك حلوة هنا في الفريزر وما ترميهاش، تستعمليها بعد كده ايه ما يكونش عندك حاجة، بتجيبي الشوربة بقى جميلة جدا في خبيزة، في ملوخية، تسقي بقى محشي. الخبيزة بتاعتنا استوت يا حبايبي، جبنا معلقتين سمنة اهي، هنحط فيها التوم، اللهم صل على سيدنا محمد. نحط معلقة كزبرة صغيرة وهنحمرها، ونطش بقى الخبيزة. ما شاء الله أكلة جميلة وسهلة، كلها فوائد. بص الريحة، الله على الجمال ما شاء الله، البيت كله طلع لي ما شاء الله، بألف هنا وشفا. شوفوا تحفة وجميلة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايبي. وبشكر كل اخواتي اللي نوروني في القناة.